قلت لك انا مش رايح معاك في حته. انا مش عيل صغير كل شويه تمشي كلامك عليا وتصالحني بكوبايتين شاي على القهوه. يا صالح، الموضوع اكبر من اللي في دماغك بكتير يا صالح. مش معنى ان احنا ناخد حقنا نطلع راجل خرفان يعني. هو راح للي خلقه وسايبنا قاعدين هنا بناكل في بعض. وطي صوتك، امك جوه هتسمع. بقول لك ايه، لو انت مش مستعجل على حقك انت حر، انا بقى مستعجل على حقي. انا قضيت نص عمري في السجن، ما عنديش استعداد بقى ان انا اقضي الباقي قاعد مستني. ما احنا برضه يا صالح ما ينفعش نيجي على الراجل اللي ما بين ايدين ربنا. هو انت عايز ايه؟ انت عاجبك شغل الفوقليه والشقه اللي انت فيه ده؟ عايز تثبت ايه؟ عايز تثبت ان انت عصامي وبتصرف علينا وعلى البيت؟ انا يا صالح ما تفهمش غير كده. ما هو يا اما انت مبسوط بالقرشينات اللي بتديها لنا نجيب بيها الاكل والشرب والدواء، يا اما انت خايف من عمك ومش قادر تواجهه. لا يا صالح، انا ما خفتش من حد. انا ما سبتش حقنا لعم شحاته عشان اصرف عليك ولا اعمل فيها كبير. بالعكس، أنا طول الوقت كنت بحاول ارجع حقنا قدام الناس واحنا رافعين راسنا مش بناكل في بعض. بعدين كان في حاجات كتير قوي يا صالح لازم تعرفها، بس انا كنت مستني انت تشد حيلك تقف على رجلك عشان اقولها لك. وديني يا سيدي بقيت كويس وعايزني بجد ابقى كويس بقى، احكي لي. جدك الله يرحمه قال كلام على دكانه، وانه كان واخده ظلومه، وان ده اصل ماله وكان بيحاول طول الوقت ان هو يطهره بس ما لحقش. بس الظاهر بقى ان المال ده بدل ما يكون سبب في سترنا بقى سبب في فضيحتنا. كمان؟ يعني في حد هيجي يشاركنا في الورث؟ ايه ده؟ ايه ده يا صالح؟ امك قاعده جوه، ايه ده؟ اهدى ايه؟ يعني انت لسه هتدور على حد ويجي ياخد معانا الورث؟ اه يا صالح هيحصل وهوصل له. يا صالح بص قدامك، ما تبصش تحت رجليك. احنا لو ما رجعناش الحق لاصحابه هنورث لعيالنا الظلم وهيجوا ياكلوا في بعضيهم، وربنا لا هيبارك لنا فيهم ولا يرحمنا لما نموت يا صالح. انت ايه اللي اكد لك الكلام ده؟ لسه بحاول اتاكد، بس انا وصلت لاول الخيط، بس في تفاصيل كتير جدا يا صالح مش عارف اوصل لها لوحدي. انا ما صدقت ايدينا في ايدين بعض عشان نعرف نعمل حاجه. انا نازله يا ولاد رايحه العيشه. ماشي ست الكل، خلي بالك على مهلك. حاضر. كويس ان امك نزلت. تعال نفتح البوجه بتاع جدك. بوجي تيجي اللي مش عايز امك تعرف عنها حاجه.